لو انت طالب امريكان دايما بتبقى عندك مشكله في الاستاتستكس اللي هي الاحصاء، ويبقى عندك دايما مشكله في حاجه اسمها السيرفي بروبلمز، خاصه المارجن ايرور وازاي بتعمل تشتغل عليه وازاي بتشتغل بشكل فيري بروفيشنال والرولز بتاعتها والكلام ده. شغل النهارده انا هوريك مساله جت في امتحان قبل كده وامتحان فيري بروفيشنال، وجه فعلا ان الناس كلها سالت في السؤال دوت وناس كتيره ما عرفتش تجاوب. تعال اقول لك، لان التشويسز كلها كانت مختلفه والتشويسز كلها تحس ان هي رغم اختلافها تحس ان هم شبه بعض بالظبط. تعال نبص على الاكزامبل ده بيقول ايه. بيقول لك هنا the Ministry of Finance conducted a survey to determine the average income rate in the industry of banking in given country. فبيقول لك so a meeting was held persons of 150 bank manager. يبقى وزاره الماليه قال لك والله تعالى نعمل سيرفي على البانكينج اندستري، فبيقول لك والله احنا خدنا 150 بانك مانجر عشان نشوف الانكم بتاعهم to ask them about their annual income اللي هو الانكم سنوي. فبيقول لك which conclusion can be drawn قال لك هنا about the survey's reliability. طيب الفكره كلها هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك the survey is reliable. اولا السيرفي ده خلينا نتكلم مع بعض واحده واحده، هل ده reliable ولا unreliable؟ هل ده اوريدي ينفع نشتغل عليه ونعمل سيرفي ونطلع منه statistics واحصاء في الكلام دوت ولا ما نقدرش؟ لوجيكلي ان انا لو اخترت 150 مانجر بانك، انا هنا بتكلم على الاندستري اوف ذا بانك، فبالتالي البانكينج اندستري دي معناها ان انا بحاول اسال يا ترى ايه الانكم او الانيوال انكم بتاع كل موظف. فانت لما تختار لي 150 مانجر فقط مانجر بتاع البنك، فبالتالي ده معناه ان انت ما اخترتش كل الموظفين، وده معناه ان احنا لما يقول لك ريلابل في اول واحده هتبقى غلط، لما يقول لك في اخر واحده the survey is reliable هيبقى غلط. فانت قدامك يا اما بي يا اما سي، يبقى الاختيار بقى كام؟ 50%. اصبح the survey is unreliable because the sample is too small. هل السامبل دي صغيره؟ طب انا عرفني هي صغيره ولا كبيره؟ لازم يكون عاطيني الحجم بتاع الموظفين قد ايه واشوف العدد دول قد ايه منهم، وبالتالي الكلام ده غلط. هنا بيقول لك the survey is unreliable because طبعا ساعتها هيبقى الانسر equivalent to C، لان هو بيقول لك the survey is unreliable because the sample does not cover the employees of different positions. يعني هو لازم يكفر ايه؟ الموظفين في different position، مش باخد بس البانك مانجر او الشغل الخاص بالمدير فقط بس، لا انا باخد كل البوزيشنز بتاعتك. يعني التيلر لازم اخد البوزيشن بتاعه واشوف الانوال انكم بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي عشان اقدر احطها في السيرفي بتاعي. عشان كده ده unreliable because does not cover the employee different positions. موضوع سهل قوي يا جماعه، بس محتاج ان حد يفهمك القصه والحدوته والحكايه. درس السيرفي من الدروس المهمه قوي. لو انت حابب تبعت لي دايركتلي وتقول لي والله يا مستر امير انا عندي مشكله في الدرس دوت، هبعت لك الفيديو ريكورد وهبعت لك الPDF بتاعه بمنتهى السهوله. لو انت وصلت لاخر الفيديو بتاعنا يبقى انت ولد شاطر جدا جدا جدا، لانك قدرت تستحمل درس زي دوت ومساله مهمه زي دي. اشوفكم دايما على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.